السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير، ومش هطول عليك ولا اقول لك لايك وشير والكلام دوت. هنخش في الموضوع على طول. تخيل يا مؤمن، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي. الواد ده الواد ده فعلا سالك. تخيل كهربا هياخد فلوس في موضوع الغرامة بتاعه ده، ومش اي فلوس. ده هياخد حوالي 35 مليون. اسألني ازاي؟ اقول لك. كهربا طبعا لما النادي قافش البرتغالي خلاص فلس ومفيش طرف تاني يدفع الغرامة. كان المفروض يدفع نص والنادي نص الغرامة. طبعا الغرامة حوالي 85 مليون. فالنادي مش موجود، يعني الطرف التاني خلاص مش موجود، النادي فلس او اختفى مش موجود. فالنادي كده مش موجود، فكهربا المفروض هيدفع الغرامة لوحده. يقوم بقدرة قادر بقى، شوف الحظ. ويعني الحاجة اللي تضايق، يعني انت لو زملكاوي هتتضايق، لو إدارة الزمالك هتتضايق، بس الواد كهربا شكله سالك. فتخيل انت، تقوم فجأة كهربا بعد ما حوش الفلوس حوالي 85 مليون وناوي يدفعهم. تمام كده. بس الغريب في الموضوع ان كهربا عاوز يدفع، والفيفا اداله 60 يوم. خلاص براحتكم. المهم كهربا حوش الفلوس عشان يدفعهم فعلا. يوم ظاهر في الموضوع كده فجأة نادي جديد وشركة جديدة عاوزة تاخد النادي، نادي قفيش دوت، وتشغله تاني وتجيب لعيبة والنادي حلو كده. تمام. طب ظهر كده شركة جديدة. الغريب بقى مش الشركة الجديدة ظهرت أو النادي حد هياخده أو حد هيشتريه يعني ويستغله ويجيب لعيبة والكلام ده. الغريب إن هو ما ينفعش يسجل أي لعيب ولا يجيب أي لعيب غير لما يدفع الغرامة مع كهربا نص الغرامة، يعني هو النص وكهربا النص، عشان يقدر يسجل لعيبه وياخد لعيبه. يعني مين اللي بيسعى دلوقتي ان هو يدفع الغرامه؟ الملاك الجداد لنادي قافش، او الشركه اللي خدت نادي قافش. تمام كده. وكمان الشركه او المسؤولين الماليين في الشركه دي فعلا بداوا يخاطبوا الاهلي عشان يدفعوا نص الغرامه لكهربا. طب يبقى كهربا خد فلوس ازاي؟ اقول لك. كهربا حوش 85 مليون عشان يدفعهم، وخلاص هو هيدفعهم. الراجل حوشه من اعلانات بقى، من مباريات، من بطولة بتاع. المهم ان هو حوش المبلغ 85، مبلغ كبير. هنا دخل شريك تاني اللي هو المفروض هيدفع نص الغرامة. يبقى كهربا وفر كام؟ حوالي 35 مليون، 40 مليون. الواد ده فعلا سالك. 45 حلال عليك يا عم كهربا. 35 ولا 40 مليون، هي خلاص مكان هيدفع 80، خلاص هيشيل دول بقى بتوعه. فالراجل كسب كده، ما خسرش. هو كان خلاص ناوي ايه يدفعهم. بس ما فيش مشكله، كهربا برضو هداف افريقيا وماشي عادي، ما فيش مشكله. عادي يا عم، حلال عليك ال 40 مليون. ده بالنسبه لكهربا. بس احنا كنا عاوزين نقول لكهربا شكله فعلا سالك. ده بالنسبه لكهربا. نيجي بقى للسوبر الجديد او السوبر الافريقي الجديد. خلاص اعلنوا الاتحاد الافريقي خلاص ان السوبر دوت هيبقى 8 فرق، اللي هم تصنيف اول: اهلي، الاهلي المصري، الوداد، الترجي، صن داونز. دول المستوى الاول. والمستوى الثاني سيمبا، انيمبا، بيترو اتلتيكو، مازيمبي. ده المستوى الثاني. هما 8 فرق. البطولة كلها على بعضها تقريبا حوالي 14 مباراة، 14 ماتش. طب اللي هيكسب هياخد كام؟ 6 مليون دولار، يعني اكتر من البطولة الافريقية مع انها 14 مباراة بس. واحتمال كبير الاهلي يلعب هو ماتش الافتتاح، احتمال كبير يعني. ده بالنسبه لاخر اخبار السوبر الافريقي. اما بالنسبه لاخر اخبار بيان شيكابالا وتوابع بيان شيكابالا والكلام ده كله، لسه طبعا الحوار لسه شغال والخناقه شغاله. وده بيرد على دوت، ورئيس نادي الزمالك السابق يرد على شيكابالا وده يرد عليه وهكذا. والراجل طبعا خلاص شيكابالا بقى كان الاول اسطوره، ما بقاش اسطوره، وهجوم من قناه الزمالك عليه والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. نيجي بقى، احنا قلنا قبل كده ان كابتن ايمن يونس كان قال او طالب الاداره او مجلس الاداره ان هم يستقيلوا كلهم عشان لو لمصلحه الزمالك. فطلع احمد مرتضى قال له: يا كابتن انا واخد بطولات اكتر منك
10 مرات اذا كنت انت لاعب او اداري. هو سؤال بس صغير كده، هو اصلا احمد مرتضى ايه علاقته بالرياضة؟ بس عشان ما نكسرش التليفون ده، ايه علاقته بالرياضة؟ يعني اكتر واخد بطولات اكتر من كابتن ايمن يونس. ايمن يونس واخد 3 افريقيا تقريبا. المهم طلع احمد عيد عبد الملك رد على احمد مرتضى وقال له ان ده كلام ما ينفعش، وكل بطولاتك كانت عباره عن انت فرغت النادي من اللعيبه بتاعته واحسن لاعب عندك فرطت فيه وطبعا احمد عيد بيتكلم، اعتقد بيتكلم صح، لان ما ينفعش انا اقارن نفسي بكابتن ايمن يونس في الكوره. انا بتكلم على الرياضه يعني، في الكوره ان انا خدت بطولات اكتر منك، ده ما ينفعش. وهنا يبقى انتهت اخبارنا، ونشوف خناقه شيكابالا دي هتستمر على ايه، وتصريحات شيكابالا وتصريحات احمد عيد في الفيديوهات الجايه. لو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك واشترك في القناه وفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.